كان في حمار ماشي في غابة عمال يقنع الحيوانات طول ما هو ماشي اللي الشجر ده لونه ازرق مش اخضر، ازرق مش اخضر. وعمال يمشي يقنع في الحيوانات بالموضوع ده لحد ما وصل للنمر. فبيقول له الشجر ده ازرق مش اخضر على فكرة. فالنمر قال له عم في حاجة ازاي يعني لونه اخضر؟ ازرق ايه اخضر؟ قال له لا ازرق. تاني قال له لا اخضر لا ازرق. قال له طب مين اللي يحكم ما بيننا؟ ملك الغابة. نجيب الاسد. هاتوا الاسد. جه الاسد. ايه بتقولوا ايه ده؟ الحمار بيقول لي ورق الشجر ازرق والنمر بيقول ورق الشجر اخضر. انت تحكم بايه؟ قال لهم طبعا ازرق. الحمار يكسب. الحمار بقى ماشي مزقطط وفرحان وطاير. والنمر هيتعاقب يتحبس. فالنمر واقف مستغرب في ايه؟ في ايه؟ فقال له طب اوكي انا هتحبس بس انا عايز اسال سؤال. هو انت فعلا شايف ورق الشجر ده ازرق؟ قال له لا طبعا اخضر. قال له اخضر. طب وليه حكمت للحمار؟ قال له عشان انت حمار. عشان انت بهيمه. انت بتتناقش مع حمار، يعني بتقنع الحمار بالصح والغلط، فتبقى انت حمار. فانا اسف لكل الزملكاويه، اوعى تقعد تقنع حد اللي انت عايش في مؤامره، او اللي انت فعلا بتتجامل، او اللي هو بتعمل له اللي عشان يكسب وياخد بطولات. ما اوعى تقعد تقنع حد كده. انت هتبقى انت الغلطان، هتبقى انت اللي فعلا غبي انك بتقنع حد بحاجه زي كده. هو لو مش شايفها فخلاص انت ما ينفعش هتقنع بين ايه. لسه حكي لك القصه اهو. هتبقى انت الغلطان، تستاهل تتعاقب. واهو رئيس اتحاد الكوره طالع بيقول له انا جاملتك يا حبيبي بمعنى الكلام، انا وقفت جنبك وكسبتك دوري وكسبتك افريقيا وفرحتك وفرحت جماهيرك وفرحني. وقف جنبي، ساعدني يا اخويا في عم كولر. فدلوقتي طبعا رئيس اتحاد الكوره محطوط في حوار. يا اما يعلن انسحاب الاهلي من الكاس لان الاهلي مش حابب يلعب المده قليله وهيبقى مضغوط. فيا اما الاهلي ينسحب من الكاس يا اما الكاس يتلغي. يعني يا ده يا ده. فانت كزملكاوي ما تشغلش بقى دماغك بالهري والمصحف، ولا تقعد تتناقش مع حد زي ما قلت لك. انت اقعد تتفرج عليهم بقى، هتلاقيهم هما الاتنين بيخبطوا في بعضيهم ان شاء الله. اصل في عداله الهيه هتيجي في يوم من الايام. فنقعد ونتفرج. مين عالم؟ نشوف فضايحهم ان شاء الله ان شاء الله يعني. لو اول مره تشوف متنساش تعملي فولو وقول لي رايك في الكومنتات ده اكيد، واحلى لايك منك. اعلى مسا عليك.